زي ما عودناكم إن هيوصلكم كل ما يخص النادي الأهلي، إليكم جميع أخبار الأهلي اليوم. وهنبدأ حلقة اليوم بالجوهرة الإيفوارية إبراهيم دياباتي، صاحب ال25 عام، مهاجم أجنبي، لاعب عنده 25 سنة، والموسم الحالي لعب 25 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 4 أهداف، وقيمته التسويقية الحالية 1,200,000 يورو. بدأ في أسك ميموزا واحترف ولعب في مراحل الشباب زي أتلتيكو مدريد وإشبيلية وريال مايوركا، وتصاعد في المستوى ولغاية ما بقى هداف الدوري السويدي في الوقت. رسميا أسامة هلال مدير التعاقدات النادي الأهلي سافر المجر وحصل على توقيع سيبراييل ماكري كيسلباك اليمن فرنس فاروشي المجري. هو لاعب فرنس فاروشي المجري وعنده أصول مصرية، لاعب ممتاز جدا يفيد جدا الأهلي ومنتخب مصر كمان. لاعب من قبل الفريق بروسيا دورتموند الألماني من قبل، لاعب ممتاز وإضافة قوية للأهلي. ملف اللعيبة الأجانب وعلى رأسهم أليو ديانج أصبح بالكامل تحت إشراف يوستروب، وهيتخذ القرار النهائي بخصوص بقاء أو رحيل أي لاعب أجنبي بالفريق وفقا لرؤيته الفنية واحتياجاته للموسم المقبل. وتقدم إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أسمى الشكر والإخلاص على تلك المسؤولية في وقت صعب ومجهود كبير لكل أفراد الجهاز الفني بقيادة كابتن عماد النحاس. من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر برئاسة محمد شوقي. قرر الجهاز الفني الاكتفاء بخوض مران وحيد فقط في بوروندي يوم الجمعة الموافق 17. بعد قليل يصل معظم مساعدي يستروك القاهرة، ويصل باقي الجهاز غدا. ترب تواجد اليوم في ملعب التتش وشاهد المران الذي قاده عادل مصطفى المدرب المساعد. ترب وجهاز المعاون يشرفون على مران الغد. غير صحيح تأجيل قيادة ترب وجهازه للتدريبات لما بعد مباراة السبت. لا توجد أي أزمة في استخراج التأشيرات الخاصة بترب ومعاونيه للسفر إلى بوروندي، لأنه ببساطة بوروندي من البلدان اللي بتسمح بالحصول على تأشيرة دخولها